الصحيان بدري هنا على فكره يا جماعه في استراليا حاجه من الحاجات اللي انت مضطر تعملها غصب عنك تعملها، سواء شئت ام ابيت، لان ده على فكره جزء لا يتجزا من ثقافه الاسترال وحاجه اساسيه جدا من اللايف ستايل بتاعهم. على فكره يا جماعه زي ما انتم شايفين انا لسه مخلص تمرينه الجيم بتاعتي، لسه مخلص الجيم بتاعي دلوقتي حالا وطالع منه ومتجه على الشغل. انا النهارده حسيت كده سيكا ان انا احس بكسل بعد الشغل، يعني شميت ريحه كده، فقلت اضمن نفسي قبل ما الجيم النهارده يروح عليا بعد الشغل. في استراليا هنا لو انتوا صحيتوا الساعه 5 الفجر ولا حاجه وبعدين رحتوا الجيم هتلاقي ناس بتجري على الشارع بدري جدا جدا، حرفيا 5:30 الصبح. وبعدين برضه لو رحت الشارع هتلاقي العربيات في الشارع كتيره جدا جدا، نفس زحمه العربيات اللي بتشوفها وانت رايح الشغل الصبح بدري جدا، او حتى وانت جاي من الشغل الساعه 5 المغرب ولا 5:30 المغرب ولا حاجه. وفي الجيم برضه هتلاقيه زحمه جدا جدا في الجيمات الكبيره وفي الفروع الكبيره، لان هم بيحبوا يروحوا يتمرنوا ويجروا الساعه 5:30 الفجر. والله ودي حقيقه فعلا. الموضوع على فكره اعتقد ليه علاقه بينا كمصريين وعرب ان احنا متعودين على ثقافه السهر دي، فالموضوع ده طبعا هو متاصل فيا اصلا، يعني انستولد في دماغي وفي السوفت وير بتاعي، مش عارف اتخلص منه خالص. يعني انا في استراليا هنا يا جماعه بقالي حوالي تقريبا داخل على 9 سنين، الموضوع مش عارف اتخلص منه خالص تقريبا. من اول ما جيت اول كام سنه حرفيا كنت بنام الساعه 3 و4 الفجر، ما كنتش عارف الموضوع ده طبقه خالص. دلوقتي الى حد ما، يعني طبعا لسه متاخر برضو طبعا، بس بنام 12:30 واحده، يعني تقدم الى حد ما بسيط، ولكن احسن اكيد من زمان بكتير. موضوع ان انا اصحى الساعه 5 الفجر ده وانام الساعه 9:30 و10 الصبح زي ما هم بيعملوا هنا، الجهاز العصبي المركزي في دماغي مش عارف اتقبله خالص، الموضوع مش عارف يسنك في دماغي خالص. وعلى فكره اللي قاعدين في استراليا هم عارفين كده وحاسين باللي انا بقوله وعارفين كده كويس جدا، واللي جاي استراليا يا جماعه يتعود على كده، لان الموضوع صعب جدا. لو انت قعدت تنام متاخر كل يوم وبعدين رحت الشغل هتروح مقريف وهتروح مش شايف قدامك. انا شخصيا بنام ممكن 6 ساعات ولا حاجه، بقوم نشيط جدا، لان زي ما قلت لكم انا موضوع الصحيان بدري ده مش عارف ايه لحد ما بيسبب لي كده عدم انبساط، ما بقاش فرحان خالص. ممكن الموضوع ليه علاقه بيا انا شخصيا، لان انا الموضوع ده متعود عليه من زمان وانا صغير جدا، بس انا بحس كده ان انا لو اتعودت انام بدري واصحى بدري كل يوم هبقى انسان ممل.